مستقبل إبراهيم دياز على المحك. هل يستمر النجم المغربي في ريال مدريد أم سيغادر باحثا عن دقائق لاعب أكثر؟ 3 عروض مغرية تنتظره من أكبر الأندية الأوروبية. تابعونا لمعرفة القرار الذي سيغير مسيرة النجم المغربي. بات صانع الألعاب الدولي المغربي إبراهيم دياز لاعب فريق ريال مدريد الإسباني على طاولة 3 أندية أوروبية في الميركاتو الشتوي الحالي. ويعد دياز ضمن نخبة لاعبي كرة القدم في إسبانيا وأوروبا، وقفزت أسهمه بشدة مؤخرا لتصبح قيمته التسويقية 35 مليون يورو كثاني أغلى مغربي بعد أشرف حكيمي. في الموسم الماضي ساهم دياز في حصد ريال مدريد كأس دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني، واستكمل بطولاته في الموسم الحالي بحصد كأس السوبر الأوروبي وكأس الانتركونتيننتال. ووفق وسائل الإعلام الإسبانية فإن إبراهيم دياز مطلوب لدى 3 أندية أوروبية رائدة في الميركاتو الحالي، وهي ليفربول الإنجليزي وبايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند الألمانيان. ويسعى مانشستر يونايتد لاستغلال الغموض الذي يسيطر على دياز مع ريال مدريد من أجل إقناعه بالانتقال إلى الأولد ترافورد، خاصة أن قدوم كيليان مبابي وحصول الواعد التركي أردا جولير على دور أكبر الموسم المقبل سيقلل من مشاركات النجم المغربي مع الميرينجي. ولم يتضح بعد موقف إبراهيم دياز الذي أكد خلال وقت سابق رغبته في إكمال مشواره مع ريال مدريد، لكن عدم حصوله على وعود حقيقية حول دقائق اللاعب المنتظرة قد يدفعه للبحث عن تجربة جديدة خارج أسوار سانتياغو برنابيو. ورغم موهبة وقيمة دياز الواضحتين لم يتمكن من فرض نفسه في التشكيلة الأساسية للمدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، ما جذب أنظار ليفربول وبايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند هذا الشتاء. ويعتمد أنشيلوتي في المقام الأول على الرباعي الهجومي المكون من فينيسيوس جونيور وكيليان مبابي ورودريغو غوس وجود بيلينغهام، ما يمنح دياز فرصا قليلة للظهور في التشكيلة الرئيسية للفريق الملكي. ومن المعتقد أن اكتظاظ قائمة ريال مدريد بنجوم الصف الأول الهجوميين قد يجبر دياز على الرحيل باحثا عن دقائق لاعب أكثر وأدوار محورية. ففي الموسم الحالي بدأ إبراهيم 6 مباريات فقط في الدوري الإسباني من 19 مباراة.